يجب علينا بلوغ النصف النهائي على الأقل. إذا لم أنجح، سأرحل وسيتعين على مدرب الفريق الجديد أن يستمر بنفس الروح. هكذا صرح مدرب المنتخب المغربي وليد الكراكي في حوار أجراه مع قناة الرياضية المغربية شهر ديسمبر كانون الأول 2022 متحدثا عن تطلعات المغاربة من مشاركة في كأس أفريقيا 2024 بساحل العاج. وبعد الخروج المفاجئ لرفاق أشرف حكيمي أمام جنوب أفريقيا في مباراة عرفت أداء باهتا لتشكيلة الكراكي، تطرح الجماهير المغربية تساؤلات عديدة حول مستقبله مع المنتخب المغربي، لا سيما وأن المغرب مقبل على تنظيم كأس أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026. وخلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا مساء الثلاثاء، أكد الكراكي أنه يتحمل مسؤولية الإقصاء كاملة ولا يبحث عن أعذار للاختباء خلفها. وبخصوص مستقبله على رأس الإدارة الفنية، قال الكراكي إنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في الأيام المقبلة للحديث عن استمراره من عدمه. وظهر مدرب المغرب مطأطئ الرأس خلال المؤتمر الصحفي وهو يجيب على أسئلة الصحفيين التي حملت أغلبها انتقادا لاذعا لاختياراته الفنية والتكتيكية أمام جنوب أفريقيا.